صينية التوفير هتكفي عيلة كاملة، موفرة ومشبعة جدا وبنص كيلو لحمة مفرومة بس. وكمان هنعملها كلها في صينية واحدة. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، هنضيف عليه بصلتين ومفرومين ومش هنصفي المية بتاعتهم. معانا بقى حبيتين من الطماطم، هنبشرهم ونصفي المية بتاعتهم، يعني الطماطم بس اللي هنصفي المية لكن البصل مش هنصفي المية بتاعته. هناخد معلقة من الطماطم، وبعد كده معانا معلقتين كبار من البقدونس الورق بس مش العيدان. كمان هنضيف نص معلقه ملح، ومش هنكتر ملح علشان البهارات بتاعتنا بيبقى فيها ملح. فاحنا هنستخدم بقى بهارات برافا، هناخد بس معلقه منها صغيره، وهي بجد كفيله ان هي هتخلي لنا الكفته طعمها خطير. يعني انا خدت من نص معلقه صغيره كده من البهارات، وضفت بس حاجات بسيطه كمان، وما ضفتش اي بهارات تاني. ضفت بقى فلفل اسود، ده اساسي معانا. كمان ضفت بابريكا، والبابريكا دي بابريكا اسباني، فخدت نص معلقه كده بابريكا اسباني مدخنه، فمديه بقى طعم الكفته حلو جدا. معانا كمان نص معلقه من البيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره او معلقتين من النشا بس عشان تمتص اي سوائل معانا. وما ضفتش اي بهارات تاني خلاص، هي بس ضفت معلقه صغيره من بهارات اللحمه، فلفل اسود وبابريكا. بعد كده هعجن اللحمه كويس جدا جدا، يعني هفضل كده اعجنها حوالي 5 دقايق. بعد كده بقى معايا بطاطس متقطعه شرايح، كمان معايا بصلايه متقطعه شرايح، وكمان معايا معلقه من الطماطم اللي كنا بشرنا. وبعد كده بقى هنبهر البطاطس والبصل بتاعنا، يعني حطيت ربع معلقه ملح، ربع معلقه فلفل اسود، وكمان ربع معلقه من البابريكا، وبهارات اللحمه نفس البهارات اللي حطيناها على اللحمه المفرومه بالظبط. معايا بقى اللحمه المفرومه وببططها كده، باخد قطعه قطعه وببططها ما بين ايدي، وبعد كده بفردها في الصينيه بالشكل ده. يعني ما ينفعش تحطيها كلها دفعه واحده، مش هتتبطط معاكي او مش هتتفرد معاكي صح. باخد كده قطع قطع بالشكل ده وبططها، وبعد كده بحطها على البطاطس وبفردها. وبعد كده بقى هساوي بقى اللحمه بتاعتنا، يعني مش عايزاها حته عاليه وحته واطيه، انا عايزاها كلها سوا واحد. وفي الحروف كده بحاول كده برضو اظبط الحروف على قد ما اقدر. باي حاجه بقى عندك، معلقه اي حاجه عندك، واعملي بقى خطوط كده بالشكل ده عشان تدينا شكل حلو بعد التسويه. وعايزه اقول لكم بقى ان هي سهله جدا زي ما انتم شايفين كده. معانا بقى الطماطم اللي كنا عصرينها، دي بقى العصير الطماطم اللي كنا عصرينه. حطيت عليه معلقه صلصه معلبه، وبعد كده حطيت ربع معلقه صغيره من البابريكا والبهارات، وكمان الفلفل الاسود، يعني نفس بهارات برافا اللي انا استخدمتها على اللحمه حطيتها على الصوص اللي دهناه على الوش. كمان حطيت معلقتين من الزيت وقلبتهم كويس جدا، ودهنت بقى الكفته بتاعتنا، دخلتها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه وفي الرف المتوسط، وسبتها كده لحد ما احمرت بالشكل ده، وطلعت معانا كفته خطيره جدا بالبطاطس. عملنا بقى معاها شويه رز ابيض، وهتاكلي احلى غدا سهل وبسيط. واحنا بقى ايام المدارس بنبقى محتاجين اكلات سهله وسريعه كده، ما تاخدش مننا وقت وممكن جربوها، متاكده ان هي هتعجبكم جدا. صحتين والف هنا. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.